فكره المرجعيه دي او الفاليو سيستم اللي احنا بنقعد ونعمل بقى فاميلي ديسكشن فاميلي ميتنج عليها، ان احنا بنقرر احنا كأسرة عندنا قيم معينه مهمه بالنسبه لنا. احنا بالنسبه لنا مثلا قيمه من القيم المهمه جدا بالنسبه لنا كأسرة، احنا مثلا الصحه. فاحنا عندنا مرجعيه قويه قوي هي دي حاجه بتفيد صحتنا ولا بتضر صحتنا، دي ما فيهاش سؤال. صح. ممكن تبقى الصراحه، ودي حاجه مثلا مهمه جدا طبعا. فاحنا we value honesty. فهل الحاجه دي احنا كنا صادقين فيها وعندنا صراحه فيها ولا ما كناش صادقين؟ وكده بقى في امثله كتيره قوي. الفكره في موضوع ان احنا نقعد نعمل الدسكشن ده ايه؟ اولا زي ما انتي قلتي احنا مش بنعمله لما يحصل المشكله بالظبط، لان ده مش هينفع. أيوة. يعني هيبقى الطفل داخل مش عايز يسمع والام متعصبه وبتحاول توصل معلومه معينه وبتتخانق، فمش هينفع. صح. هي لازم في قعده سلام يا جماعه انتوا شايفين ان ايه الحاجات المهمه بالنسبه لنا كأسره، انا مهم بالنسبه لي 1 2 3، ايه رايكم في ده، ايه رايكم في ده. يبقى هي دي الحاجات اللي احنا دايما بنرجع لها، صح. ونتاكد ان احنا ماشيين عليها مع بعض، ودي قوانين بيتنا بتطلع بالزبط. من دي. وكانها اون بوردنج بيحصل لاي شركه، اي حد بيروح يشتغل في حته ده يا جماعه سيستم المكان، ده سيستم المكان. والمهم بالزبط. وانا متهيالي كمان ومتهيالي توافقيني يا ربا انه ولادنا بسبب وجود حاجه اسمها النيرفس سيستم في البني ادمين كلهم بيفرق مع البني ادم وجود سيستم. احنا صح. ممكن نظن انه ولادنا لما بتحطهم سيستم انا بخنقهم او بضايقهم او بنكد عليهم، بالعكس دي مش حقيقي، بس وجود سيستم متوقع مني اتصرف ازاي لما يحصل ايه ده بيطمن الولاد بشكل صح. او باخر. فبنعمل القعده اللي فيها الفاليوز.